النهارده عملنا مكرونه بالاكتوبوس حلوه. بالاكتوبوس؟ اكتوبوت. اخطبوط. النهارده عملنا مكرونه بالاخطبوط، حاجه جديده وريحتها حلوه، فعلمكم كلها ينسون حلوه قوي. بون ابيتي. ميرسي. ايه رايك في الاكل يا بابا؟ انت لسه ما دقتش. اكله كله. هو اكل قبل كده وانا كمان دقته عجبك؟ والفانتا كمان. فانت بقى تسلم ايدك يا بابا. ماما انت عامله بقى كل الاكل الحلو ده عشان احنا جينا من السفر انا ولا عشان تقعد جنب السفر؟ والحقيقة؟ كلكم اتجمعتوا عشان طاطا. كلكم هنا عشان الجمبري. عشان انت جيت يا بولا، بقالك كتير ما جيتش. ايه ده فين؟ واسلام طبعا اكيد. في ايه يعني؟ ما تسيبني في حالي يا ابني. ماما عامله الاكل ده عشانك انت يا اسلام. ربنا يخليها يا رب. الشيف بوبي والشيف الاني. ايه بص الحاجات اللي احنا محتاجينها بقى؟ اخطبوط. جبت لك اللي انت بتحبه، بس مش هيتعمل زي كل مره. هنعمل النهارده اكتبوت بالمكرونه وبالصلصه الحمراء، جميله واسهل ما يكون. دي الاكتبوته كامله اوكي. كاملة. ونضيفه. اهم حاجه نطلع دي. اللي هي ايه دي بقى؟ دي بتبقى زي زي ما نقول العين بتاعتها، مش العين، مش عارفه اسميها ايه، بيبقى زي حته عظمه. شايفين حته عظمه كده اهو، وفيها حبر كمان. دي بس اللي بنطلعها، مش حاجه اكتر من طب كده. وتنظيف الاخطبوط بيبقى عادي زي بقيه الحاجات؟ بص الاخطبوط كده نضيفه. ده يعني ده الكلكعه اللي فوق، زي ما نقول الراس. بص ما فيهاش حاجه. دي العينين، هنقطع العينين ونرميها بس. طيب هو ده اللي قطعي بيترمي. بقى الاخطبوط، هنقطعه صح؟ هنقطعه ونرجع تاني مع بعض. طيب بصوا اهو بنقطع دي الرجلين. دي الرجلين اهي. اوكي. نبتدي نقطعها صغير، مكعبات يعني؟ مش ترانشات. مكعبات كده، تروح كده اهو. اوكي فهمت. اوكي، لان هيبقى مكرونه. ممكن نقول عليها بالسي فود، بس هي مكرونه بالاخطبوط. دي اكله يعني زي ما نقول تقليديه أوكي. شعبيه. تمام. بصوا بقى، قطعنا الاخطبوط حلقات كده صغيره. اوكي. ده تجهيز سهل قوي. جبت جزر قطعته كده حتت صغيره. قد ايه حوالي؟ انا حاطه جزرتين. اوكي. وانا حاطه بصلايه اوكي. برضو قطعتها كده. اوكي. هي دي المكونات يعني: بصل، جزر، اخطبوط، قشر الليمون شويه، اوكي. شويه عصير ليمون. اوكي. مهم قوي بقى المفاجاه، لازم يبقى فيه ينسون. 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 اوكي. ينسون. وصلصه الطماطم، العجينه الصلصه الطماطم، اوكي. وزيت زيتون قليل قوي. ماشي. نبتدي بنحط على النار. نحط شويه. اوكي. عايز زيرو بابي. نعم. وهنبتدي يسخن شويه زيت ونبتدي نحط الحاجه. ممكن انا متهيألي النهارده العيارات بتاعتي عشان هحط لسه مكرونه، ممكن مش هيقضيني الحله دي. ممكن بعدين هغير احط في حاجه اكبر، يعني حله اكبر. اوكي. دلوقتي ممكن نشتغل عادي. ده البصل. ده الجزر. على فكرة الأخطبوط سر طعمه، الأخطبوط في كل الأحوال لازم يتعمل بخل. يعني لو حطيناه يتسلق يتغلى لازم خل، عملناه سلطة لازم خل. في الحالة الوحيدة مش عايزين خل في الأكلة دي، بنبدله بليمون شوية كده. نستنى شوية اهو. احنا كده بنعمل سوتاريزما، بنشوح البصلة بالجزر يا دوب كده عشان يبتدي يدبل. 5 دقايق كده مفيش. وطبعا هنبتدي ننزل بالاخطبوط اللي احنا شطفناه وقطعناه حتت. شفتوا كمية الزيت قليلة قوي. في الاخر هوريلكوا لكن تاني هنحط شوية زيت كمان يعني.
حطينا البصلة مع الجزر مع شوية زيت تشوح شوية زيت قوي 5 دقايق. 5 دقايق 7 دقايق يطرى الحاجة شوية البصلة تلم. نزلنا بالأخطبوط اللي احنا غاسلينه مقطعينه صغير. اوكي دلوقتي هنسيبه بتاع 10 دقايق. بصوا كده زي ما قلنا بنسيبه 10 دقايق ربع انت ساعة. غطيتيه صح؟ انا غطيته. بصوا اللون اتغير. ده الصوص بتاع الاخطبوط. الصوص بتاع الاخطبوط اللي بينزل السوائل بتاعته. السوائل بتاعته بتبقى اللون ده. لونه خطير وريحته حلوه قوي. وريحته حلوه فعلا. ولسه في علمك ريحته طلعت بريحه الطبيعه بتاعته. انا ولا حاطه اي حاجه من الروايح لسه. اوكي. بص اللون موف جميل. اوكي. انا قلت اوريلكم كده. نسيبه شويه كمان شويه كده وهنبتدي ننزل بباقي الحاجه. بصوا كده. كل فتره بينزل سوائل اكتر. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنحتاج شويه من الميه دي بتاعته. مش حاجه عشان هنستعمل شويه ميه من بتاعته. نحط مرقه. اي مرقه موجوده. يعني ايه اي مرقه؟ ممكن مرقه فراخ قصدك يعني؟ مثلا لحمه فراخ اي حاجه بندوبها كده. اوكي. ما هو مفيش مرقه للسمك. بص هو الوصفه دي نازله اكيد في حاجات للسمك بس هما حاطين لي المرقه دي كده. نحط مرقه. اوكي نبتدي بقى هنا. نبتدي نحط الصلصه. معلقه كده كبيره. اوكي. شايفين؟ ده قشر الليمون. ده قشر الليمون. شايفين؟ ده شوية عصير ليمون. حلو قوي. المرقه. هنقلب. هنزود المية عشان بقى كده دلوقتي حطينا كل حاجة. اتفضل اليانسون. استنى قبل ما نحط المية. سوري برافو عليكم. والله أهم حاجة اليانسون. اليانسون ده مكان ايه يا ماما؟ عشان الاكله دي المفروض تتعمل بايه؟ بص هنا في اليونان بيحطوا الاوزو. والاوزو اساسا بيتعمل من اليانسون. نوع من انواع الخمور يعني، فاحنا بنحط اليانسون مكان مثلاً. الاوزو. هو اليانسون بيعمل ريحه حلوه قوي زي ما بنحط يانسون في الاكل في مخبوزات. اليانسون هنا هيتحط هنا اهو للاكله دي. ريحه حلوه قوي قوي. بنبتدي بقى ايه؟ نحط الميه دي حطيناها عشان الاخطبوط يستوى ويتعمل يستوى يتعمل التسبيكه بتاعته والسوا. انا ما كنتش حاطه ولا ملح ولا حاجه. هنحط شويه ملح. ما تركزوش معايا قوي في الملح لان انا الملح عندي بزود. هنحط شويه فلفل. دلوقتي البولا جاب لنا البهارات من مصر. نحط بقى زي ما احنا عايزين بزياده. شايفين؟ وهنزود شويه زيت دلوقتي. اوكي اطلع بس دي. احنا كل الحاجات اللي حطيناها عشان الاخطبوط يستوى. اوكي. هيقعد حسب التقطيع وحسب الاخطبوطه لو كبيره او صغيره
احنا اكيد بنسوي لحمه، هنخليه يستوى يغلي. انا شايفه كده بتاع نص ساعه. اوكي بنغطيه. بنغطيه طبعا اوكي نغطيه ونسيبه يستوي. ونسيبه يستوى وهنرجع تاني بعدين. بص دلوقتي احنا قلنا حطينا كله عشان يحصل السوا بتاع الاخطبوط. طبعا في الوقت هو بس خلينا متفقين على حاجه. ايه هو اسمه اخطبوط. الاخطبوط اخطبوط، هو اسمه اختبوذي مش اكتبوت. اخطبوط اكتبوس. اكتبوس بالانجلش بس طبعا انت سؤال بس انت بتتكلموا على الاخطبوط. انا ممكن اديكوا سؤال على الاخطبوط. ايه ايه جمع كلمة اخطبوط؟ اختوبوذيا. جمع كلمة اخطبوط واحد. 8 رجلين، ما هي كانت اخطبوط. اخطيب. ايه اخطيب. هي اختبوذي 8 رجل، اختو باللغه اليونانيه اجمعيها 8 بوذيا اختبوذيا. بصوا كده كان شفط الصوص التسبيكه. طب ازاي يعرفوا ازاي يعرفوا ولسه لقينا الاخطبوط اخطبوط. والاخطبوط مش مستوي، رحت مزوده شويه ميه. دلوقتي هو استوى. ازاي بقى بتعرفي ان هو استوى؟ اكيد بالشوكه يعني. اوكي. كده شايفين؟ هنعمل ايه بقى؟ هنقلب كده اهو، وهنحط المكرونه. اوكي. اكياس مكرونه قواقع. ممكن عقل صغيره. هي بتحوك عليا عشان اكله بحر يعني فاهمه؟ اوكي هنوطي النار. طب انتي مجهزه كيستين يعني ولا هي تبقى كيسه واحده؟ لسه هنحط شويه كمان. اوكي. مش حطيت حبه يعني. هنوطي النار خالص. اوكي عشان يبتدي ايه المكرونه تستوى كمان. تستوى كمان، مش هتاخد وقت طبعا. لازم يبقى فيها الصلصه دي عشان هي ميه الصلصه دي اللي هتسوي المكرونه والروايح دي كلها. عشان كده بنوطي عليها على قد ما نقدر عشان تستوى كويس. في حاجه تانية هنغطيها يا ماما؟ لا انا هبتدي ايه ابقى متابعها عشان اقلب اللي تحت فوق كده عشان يعني نقعد نقلب كده لغايه ما عشان ما يستوى يلزقش. صح؟ أيوة. اوكي. ممكن كان نحط كيسين مكرونه اوكي او كميه اكبر مكرونه، بس قبل ما اعمل الحركه دي لازم اعرف اكون متاكده ان الصلصه اللي موجوده هتساوي الكيسين. اوكي. عايزين تغطوها ويبقى على نار واطيه قوي قوي عشان ما يلزقش من تحت. اوكي لو عايزين مفتوح وتتابعوها. لما تخلص بقى هنيجي نفرغ. وكده المكرونة بالاخطبوط واليانسون جاهزة على الأكل. جربوا الطريقة دي بجد هتعجبكم قوي. ودلوقتي اهي المكرونه جاهزه. يلا نعرف اول حد يدوقها. ها جمبري. لا دوق من كله، دوق. المكرونه حلوة جدا. بجد فظيعة. فظيعة. تسلم ايدك يا ماما. أول مرة أدوق المكرونة دي عجبتني قوي. والخليطة دي وعجبتني أوي. بجد. حلوه بابا. والله قلنا نغير الاخطبوط. ماما اهو شايراك في المكرونه. والله جميلة جميلة جميلة. يا جماعه جربوا وصفه المكرونه دي اللي بالاخطبوط وقولوا لنا رايكم.